بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اول شيء اللهم صل على سيدنا محمد. ثاني شيء اليوم باش نوريكم طريقة تحضير السمك المشوي. هاكم تشوفوا كيفاش رانا منظفة الحوتة، فاتحتها من هنا، وشوفوا كيفاش راهي مفتوحة من هنا ومن هنا باش يدخلوا فيها الفاحات. حضرنا الفاحات نتاعهم اللي هما هم هنا بحذاكم: الكمون، شوية ملح، فلفل أكحل وثوم وفلفل أحمر وشوية زيت. طريقة الاستعمال: نحضروا واحدة كيما هذه اللي عندها حاجة غارقة، نجيبوا الفاحات ونجيبوا الزيت، نخلطوا الفاحات مع الزيت هكذا كيما راكم تشوفوا البنات. ومن بعد نحطوا الفاحات هنايا، كاينه كيما تحبوا نتوما، تحبوا ديروا السمك قبل هنا ومن بعد تحطوا فوقه الفاحات، تحبوا تحطوا الفاحات ومن بعد تحطوا فوقهم الحوت، تنجموا تلوحوهم الكل مره واحده وتبداو هكذا تدخلوا في الفاحات وتحطيه، داخلي شويه فاحات وتحطيه كما وريت لكم، تدخلي الفاحات الكل كما هاك في وسط الحوت، وبعدين تبداي تخلطيهم هكذاك باش الفاحات يدخلوا كايتين في الحوت. فهمتوني البنات؟ واللي حاب يطيب السمك، طريقة تحضير السمك المشوي. تخلوا على السمك شوية كما هاك وقت نص ساعة 20 دقيقة كما تحبي انتي، باش يمص كايتين الفاحات وتعود البنة نتاعو مليحة. بعدين تحضروا المقلة، تحطوه فوق كما هكا، تعرفوا هذا الشيء، ديروا شوية زيت برك هكاكا، على خاطش هذا باش نعملوه مشوي، حوت مشوي. نجيبوا القارص تفتحوا على 2 توجدوها باش نديروه مش دركي ومش بعد ما يطيب، وهو يطيب نديروا له القارص. ودركي شوفوا الحوتة كي خذات وقت وهي شد الفاحات يتبدل لونها، اللي تحب تدير الفلفل الاحمر باش يعطي لون مليح. لو كان نبداو نحطو فيهم باش يطيبوا. حطيت مقلة صغير غلط، ودركا نجيبو شوية قارص نقطرو هكا شوية فوق وما تنساوش تعصروا القارص، كل مرة تعصروا القارص شوية وهي طيب باش تعطي البنة تجي بنينة ياسر. شوية على شوية ونديروا القارص، كل ما نشوفوها نقلبوها نديروا القارص شوية. هذه هي طريقة تحضير السمك المشوي. هكا تعصروا القارص شوية بركة، شوية ما تكتروش باش ما الطعم تاعها ما يتغيرش، في نفس الوقت تقطروا شوية شوية. ان شاء الله يكون بنين ويعجبكم. وكما راكم تشوفوا كاين ناس ما يحبوا ساعات يتشهوا حاجه مشويه. هذه هي طريقه تاع شوي البرة كانه مشوي على الفحم. شوفوا كيفاش تبدل اللون والريحه بنينه نتاعو، ان شاء الله تعجبكم.
اللي يحب يدير سمك مشوي في البيت كما قلت لكم، تحطوا المقله شويه زيت كما وريتكم المره الاولى، وتخلوا عليه وتحطوا القارص. كل مره تقطروا شويه قارص برك هكا باش ما يفزتلوش الطعم ويجي بنين. ان شاء الله بالصحه والهنا. مازال شويه كما رانا نشوفوا.